أهل كتير جدا لما بقابلهم بيقولوا كلمة واحدة، يعني اللي هي أنا مش ممكن أتخيل ابني أو بنتي بيعمل كده. ممكن مثلا يكون ضرب واحد، ممكن يكون مثلا ولد من الولاد اللي هم في سن المراهقة، والأهل اكتشفوا ان هو بيشرب سواء سجاير، بيشرب شيشة، بيشرب أي حاجة من الحاجات دي. يبتدوا الأهل يقولوا أنا مش ممكن، انا ده مش ابني، انا ما تخيلتش ابني يعمل كده. وبيبتدوا يعني ياخدوا الموضوع كانه هو مش الولد شافوه او عرفوا ان هو بيشرب مثلا سجاير او بيشرب شيشه، لا ده كانه مثلا ايه، لقوه خلاص بقى مدمن مثلا، ومدمن هيروين مثلا. الحقيقه انا عارفه ان الموضوع ده يعني موضوع شائك جدا. بس انا محتاجه جدا جدا ان كل الاهل تربي أولادهم من غير صورة ذهنية مسبقة عن إن أنا ابني إيه اللي ممكن يعمله وإيه اللي مش ممكن يعمله. ده مش معناه إن أنا أتوقع من ابني دايما الأسوأ، مش هو ده اللي أنا بقوله. بس أنا قصدي عشان إحنا بشر وكلنا بنخطئ، واولادنا كمان من حقهم يغلطوا، احنا محتاجين جدا جدا ان احنا واحنا بنربي اولادنا ما نعملش صورة ذهنية فيهم على انهم ملايكة. ما نخليش عندنا صورة ذهنية ان لا دول متربيين عمرهم ما هيجرب حاجة او عمرهم ما هيعمل حاجة. لانه نصيحة مني وحتى مني كثيرابيست وكأم، الطريقة دي في التربية مش صحيحة. وعادة اللي بيربي ولاده بالطريقة دي عادة هو اللي بيكتشف انه لا، ابنه عمل او بنته عملت الغير متوقع بالنسبة له. ليه؟ لانه شايل انه من تفكيره تماما انه ابنه او بنته ممكن يغلط. الغلطة دي بقى كبيرة، الغلطة دي صغيرة، ده موضوع تاني. بس احنا محتاجين جدا جدا تاني نربي ولادنا واحنا في دماغنا انا ابني عادي، عادي جدا ممكن في يوم من الايام الاقيه جرب اي حاجه واكتشف كده. ان شاء الله حتى جرب حشيشه، ان شاء الله جرب سجاير، جرب شيشه، جرب اي حاجه، جرب حاجه مسكره، اي حاجه من الحاجات دي. احنا محتاجين يكون مش عندنا الصوره الذهنيه دي ان هو جرب، بس محتاج يكون عندي الصوره الذهنيه بتاعت انه بشر ممكن يخطئ. الخطأ ده كبير او صغير بس ممكن يخطئ.